هاي حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. فيديو النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا، وسؤال كتير قوي مننا كستات وبنات بنفكر فيه كتير قوي، وهو ازاي اسيطر على تفكير الشخص اللي انا مرتبطة بيه، او اخليه يفكر فيا بشكل اكتر، واخليه يفكر فيا طول الوقت وعلى طول شاغله باله كده وشاغله تفكيره، وان انا اوصل اني لو انا مش موجوده معاه او مش حواليه، مش في المكان اللي هو موجود فيه، يكون حاسس كده انه ناقصه حاجه او انه مش مبسوط، ويعني ايه، الموضوع مش عادي، مش وجودي زي عدم وموجوده زي مش موجوده، لا، يكون في اختلاف ويكون حاسس انه في عدم وجودي في حاجه ناقصاه. ازاي نوصل لده؟ بنسمع كتير او بنشوف كتير بعض الستات والامهات خصوصا، اللي هو انا مش عارفه دي مالها، دي سحرال ولا ايه، دي عامله ايه، ازاي كده اول ما بتقوم هو يقوم وراها، ازاي اول ما بتمشي بيمشي وراها، ازاي اول ما بتيجي تقعد بيقعد جنبها. الحاجات دي كلها بنشوفها، وبيكون الست اللي بتوصل مع شريك حياتها للمرحله دي بتكون عامله مجهود في العلاقه علشان توصل لكده. هو الموضوع ده معتمد اكتر على الست من طبيعه الراجل. ازاي بقى؟ ده اللي هقولهولك في الفيديو النهارده، خطوات كده بسيطه وحاجات بالراحه. لو انت عرفتي انك تعمليها جنوين، يعني كانها عفويه منك، وكأن تدربي نفسك عليها، بس في نفس الوقت تعمليها كأنك مش متدربه عليها، هتفرق معاكي جدا في العلاقه بينك وبينه، وهتخليكي توصلي للمرحله اللي احنا بنتكلم فيها، ان هو تكوني انت مسيطره على تفكيره، ويكون هو حاسس ان هو ناقصه حاجه كبيره قوي لو انت مش موجوده. طيب خلينا بس قبل ما نبدا الفيديو اعملوا حاجه سخنه تشربوها. انا عامله هنا معايا القهوه بتاعتي علشان الفيديو الى حد ما ممكن يطول شويه، ففكيت شعري بقى كده وقلت ايه، نتكلم براحتنا. اول حاجه لازم تعمليها ولازم تكوني متاكده منها ان انت تكوني نفسك. يعني ايه تكوني نفسك؟ يعني ما تخافيش ان انت تبيني حقيقتك وطبيعتك، خليكي الى حد كبير قوي، طبعا مع التحفظات ان في، يعني اكيد احنا بنكون حقيقيين، بس حطي تحفظات ان انت اكيد لو فيكي حاجه سلبيه وقادره ان انت تسيطري عليها او تبطليها، حلو جدا، بس في المعظم 90% من تصرفاتك تكون هي طبيعتك، حقيقتك الشخصيه. ما تخافيش وما تحسسوش ابدا ان انت خايفه ان هو يحكم على شخصيتك، او ان انت بيفرق لك قوي راي الناس فيكي. ليه بقى تكوني نفسك؟ او ليه تحسيه ان انت مش فارق لك قوي راي الناس فيكي؟ علشان هو يبدا كمان يحس ان هو حر، وان هو بيتعامل معاكي باريحيه، ان هو كمان قادر يكون نفسه الحقيقي معاكي. طول ما انت قاعده قدامه بتتصرفي بالشوكه والسكينه زي ما بنقول، وواخده بالك قوي من كل تصرف انت بتعمليه من غير ما تحسي، وهو من غير ما هيحس، هيكون هو كمان ميرور او يعني انعكاس لتصرفاتك انت، فهيحس ان هو مضطر انه يتعامل معاكي بطريقه مقيده شويه، او مضطر ان هو ما يكونش على راحته قوي معاكي، فده هيخليه يحس ان هو طول الوقت متكتف. على عكس لو انت بحريتك وبتتعاملي بطبيعتك الحلوه ومطلعه طبيعتك الحقيقيه، ومش خايفه قوي، مش مقيده قوي، ده هيقول ايه ودي هتقول ايه، وتصرفات الناس سوري، رياكشن الناس على تصرفاتي هيكون ايه، هتحسي ان هو كمان قاعد متكتف. فمش هو ده اللي انا عايزاه خالص، لا، انا عايزاكي تكوني طبيعتك وتتصرفي بحريتك عشان الحريه دي توصل له. فهو طول ما هو قاعد معاكي هيحس ان هو مرتاح، هيحس ان هو مش محتاج ان هو يلبس ماسك وهو بيتكلم معاكي، او يتصرف بطريقه غير اللي هو متعود بيها. فده هيخليه الوقت اللي هو بيقضيه معاكي بيكون حاسس فيه ان هو يعني هو طبيعي، هو انسان حقيقي. فمش هيكون ان هو ما هيصدق ان يقوم من جنبك او يقوم من معاكي عشان يكون بطبيعته، لا بالعكس، هيكون حاسس ان هو بالعكس ده، وهو حواليكي بيتصرف على طبيعته اكتر من وهو قاعد مع ناس تانية. فالاحساس ده هيفضل سايب جواه هو يعني ايه، رياكشن كده، او اثر كويس قوي، ان هو لا، وهو مرتاح وهو قاعد معاكي. ليه؟ ده كله عشان انت كمان مرتاحه وانت قاعده معاه. في رول تانية بتقول، معلش انا شعري مبلول فالتكييف جاي عليا عشان واضح ان هي عليا بايت. المهم، في رول تانية بتقول decrease the criticizing and increase the heroicizing. يعني ايه؟ يعني قللي شويه الانتقاد، واللي هو الانتقاد مش متعلقه على الموقف، لا، بتنتقدي، وكبري شويه، يعني كتري شويه من الهيروسايزنج، اللي هو ان انت تحسسيه بافعاله الكويسه اللي هو بيعملها. يعني مش كل موقف بيعمله يستاهل منك ان انت تنتقدي فتنتقدي فعلا، لا، عادي، عدي كتير وفوتي كتير، وحاولي ما تكونيش ناقده وقاعده له واقفه له على الواحده زي ما بنقول، واخده بالك من
من كل تصرف سلبي هو بيعمله، حاولي تتغاضي عن الحته دي، وبالعكس ان انت تعملي كومنت او كومبليمون على اي تصرف كويس هو بيعمله حتى لو حاجه بسيطه. يعني مثلا هو خد ديسيجن ان انتوا النهارده هتروحوا تاكلوا في مطعم معين، حلو قوي منك انك تحسيه في نهايه اليوم ان انت اتبسطتي بالتشويس اللي هو عمله ده، او باختياره ان هو اختار المطعم ده واختار المكان ده. الله المكان كان حلو، الاكل كان حلو قوي، حسيت ان انا مبسوطه النهارده، كنت مرتاحه قوي في المكان ده والاكل عجبني. يعني الكلمه على قد ما هي تبان لك بسيطه، على قد ما هي بيكون ليها اثر حلو جدا في نفسيته، ان هو يحس ان هو متشجع ان هو ينزل معاكي تاني ويوديكي اماكن تانية ويخليكي تروحوا تجربوا مع بعض حاجات تانية. هيحس ان هو متشجع. على العكس لو انت مثلا اي اختيار هو بيعمله في الاماكن او في الاكل او في القعدات او بتحس ان انت بتنتقديه، هيحس ان هو لا مش متشجع بعد كده ان هو يوفر ان انتوا تروحوا مع بعض مكان، او ان هو حتى يعرض عليكي حاجه معينه تعملوها. نفس الكلام بقى مثلا لو خدك وقعدتوا مع صحابه، يعني حتى لو انت مش مندمجه مع صحابه ومش هم نفس السيركل بتاعتك ومش حاسه انك مرتاحه معاهم، بس لا حاولي ما تبينيش كده، حاولي بالعكس صحابك كانوا لطاف النهارده، خصوصا لو ما فيش حد فيهم قليل الذوق، يعني ما فيش حد تعدى حدوده او قل ذوقه عليكي، فحلو قوي انك تحسيه ان انت يو ار ويلنج ان انت تدخلي الدايره بتاعته، عندك قابليه ان انت تدخلي في صحابه يعني تشاري معاه كل الحاجات السبيشال بتاعته. اهله بقى نفس الكلام ده، لو في بدايه تعارف مثلا، لو لسه مخطوبين، فحلو جدا انك تحسيني كنت مبسوطه النهارده وانت قاعده مع اخواته، مبسوطه وانت قاعده مع مامته مع باباه مع اهله مع اصحابه زي ما بنقول. لو انتوا بقى متجوزين مثلا ونازلين مع بعض او رايحين مثلا اوتيل مسافرين وهو اللي مختار المكان، حاولي ان انت تعملي كومنت لطيف على المكان اللي هو اختاره او الاكله اللي هو اختارها زي ما بنقول. او حتى لو مثلا قال لك كلمه معينه عجبتك، حاولي ان انت تمنشن الكلمه دي بعد كده، تقولي اتبسطت قوي لما انت قلت لي كده. او لو متجوزين وعمل اي تصرف معاكي انت اتبسطت بيه، حاولي ان انت تكبري التصرفات الكويسه اللي هو عملها، وتحاولي ان انت تعملي لها هايلايت كده بينك وبينه، فهو هتحسي ان هو مرتاح وبالعكس مبسوط كمان وعايز يديكي اكتر. خدي بالك يعني كلنا بنكون مبسوطين لما بنحس باحساس، يعني مثلا لو نزلنا مع اصحابنا وقعدنا وضحكنا ولعبنا وحسينا اليوم كان لطيف، هنبقى عايزين ننزل تاني. فكل احساس حلو بنحسه في حياتنا بنبقى عايزين منه اكتر، فخليه دايما يحس الاحساس الحلو ده وهو قاعد معاكي، ان انت كنتي مبسوطه، فبالتالي وهو ماشي او انتوا سايبين بعض هو هيحس ان هو عايز يشوفك تاني، عايز يحس الاحساس الحلو ده تاني، يحس ان انت مبسوطه ده تاني. ده هيخليه اكتر مستني المره التانيه اللي انتوا هتتقابلوا فيها. وده بقى هينقلنا للنقطه اللي بعد كده، انه خليه دايما مستني، خليه دايما حاسس انه المره الجايه اللي هنتقابل فيها هيحصل فيها حاجه سبيشال، هيحصل فيها حاجه مختلفه. ما تخليهوش ابدا يوصل لمرحله الكفايه، او ان هو شبع من اي حاجه بقى، شبع من ان هو يقعد معاكي، او شبع من ان هو يكلمك على التليفون، او شبع من ان هو ينزل معاكي يخرج يشير اي حاجه معاكي. خليه دايما في حاله انه يعني عارفين انه في سنه كده ما بين انه حاسس انه كفايه حلو وحاسس انه زهقان. ما تخليهوش ابدا يحس المرحله ان هو زهقان، يعني بلاش مكالمات التليفون اللي بتوصل ان يقعد 7-8 ساعات بيكلمك دي، بلاش. خليه دايما طرف الحبل في ايدك كده، اول ما تحس ان الموضوع هيبدا يوصل لمرحله انه خلاص هنبدا نلوز الانترست، لا ممكن بقى ان يلا نروح، طب معلش هقفل مثلا معاك دلوقتي واكلمك بعدين، عندي حاجه هعملها وارجع اكلمك. ممكن يكلمك مثلا في مره على قد ما انت تكوني عايزه تكلميه ووحشك ومحتاجه انك تنزلي معاه او تشوفيه، بس لا ما تنزليش على طول، قولي له مثلا حبيبي يعني، ولا تنزلي على طول ولا كمان تحسي ان انت مش عايزه تشوفيه. فازاي انا كان نفسي ان انا اقعد معاك، وكان نفسي ان انا انزل معاك، وكان نفسي ان انا اشوفك، بس معلش والله عشان المره دي مضطره ان انا مثلا عندي فاميلي جاذرينج فمضطره ان انا اقعد معاهم، نازله مع صحابي فمش هينفع ان انا كانسل الخروجه دي. بس في نفس الوقت خليه متاكد ان انت كنت حابه قوي انك تنزلي معاه، فانت هنا عملتي ايه؟ وصلتي له احساس ان انا الله ده نفسي بجد ان انا انزل معاك ونفسي اشوفك البوزيتيف، بس في نفس الوقت ان انت يعني خلينا ناجلها مره تانية. ففي النص لا انت حاسينك زهقانه منه، ولا في نفس الوقت كل مره انت متاحه وموجوده. ده هيخليه دايما يحس ان هو لسه مستني منك حاجه، لسه في حاجه اكتر هتعملوها، لسه في يعني لسه دايما طرف الحبل في ايدك انت، فاهماني؟ ما تبقيش دايما مدلوقه وما تبقيش دايما موجوده وما تبقيش دايما متاحه، وفي نفس الوقت ما تبقيش دايما بتصديه. حاولي تلعبيها بذكاء كده.
الحاجه اللي بعد كده او النقطه اللي بعد كده ان انت دايما خليكي او اختاري ان انت تكوني شخص ايجابي، شخص بيشوف كل حاجه بشكل ايجابي. خليه دايما وهو موجود معاكي او انتوا قاعدين مع بعض بتتكلمي في الحاجات البوزيتيف، خصوصا لو انتوا برضو في مرحله الخطوبه. يعني طبعا الكلام ده مش هيبقى ابليكابل قوي او مش عارفين نطبقه قوي لو احنا متجوزين، لانه احنا بنشير بقى كل حاجه بقى، النيجاتيف والبوزيتيف والنص نص وكل حاجه. بس لو انتوا مخطوبين انت هنا عندك الحريه ان انت في وقت معين او وقت محدد في اليوم هو اللي بتشوفي فيه، فبلاش يكون الوقت دوت بتشير في النيجاتيف ثوتس او النيجاتيف ستوريز. خليكي دايما بتشوفي السايد الايجابي، لان هو راجع من الشغل او راجع من يوم طويل ومسحوم بحاجات كتير قوي ايجابيه وسلبيه. خليكي دايما تكوني انت الكورنر كده اللي بيلاقي فيه الحاجات الايجابيه، فتكلمي دايما الحاجات الكويسه اللي شفتيها اللي حصلت معاكي. لو في حاجات سلبيه ومش ضروري ان احنا نحكيها، بلاش بقى مامتي عملت واختي قالت وحصل مش عارفه ايه من صاحبتي، ودايما الحته البارت النيجاتيف ده هو اللي بتعملي له شير معاه، تخليه زهقان. تخيلي انت كده انت قاعده مع حد على طول عمال يشتكي 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 يشتكي، هتحسي ان انت قايمه من القعده جواكي نيجاتيف انرجي. وعلى العكس لو قاعده مع حد عمالين تضحكوا وتقولوا حاجات كويسه تحكوا لبعض حاجات ايجابيه، هتحسي ان انت قايمه من مع الشخص ده وانت حاسه انك مرتاحه ومبسوطه. خليه دايما يقوم من معاكي وهو حاسس ان هو خد طاقه حلوه، يعني اتملى كده بالطاقه البوزيتيف والحكايات اللي بتضحك. طبعا يعني ايه، مش هتقعدي بقى مش اراجوز قدامه، بس قصدي يعني اتكلمي دايما عن حاجات ايجابيه. حاول، كلنا في حياتنا في الناحيتين الايجابي والسلبي، فاختاري الوقت اللي انتوا قاعدين مع بعض فيه، خصوصا لو انتوا مخطوبين، ان انت تكون الحكايات بتاعتك ايجابيه ويكون مواضيعك فيها جزء ايجابي. طيب دي حاجه. تاني حاجه او النقطه الاخيره كنت عايزه اتكلم فيها، بس دي تخص اكتر او مش تخص اكتر، تخص بس المتجوزين. الفيزيكال بارت بقى او الجزء اللي هو الفيزيكال، التلامس او ان احنا نقرب من بعض او ان احنا نمسك ايد بعض او ان احنا نعمل اي حاجه في اطار العلاقه الزوجيه، اديها وقتها. يعني خلي كل حركه انت بتعمليها معاه ليها وقتها. يعني تمسكي ايده، خليكي ماسكه ايده شويه، تحطي ايدك على اي جزء في جسمه، خليكي عامله كده شويه. يعني احتفظي بده لبعض الوقت عشان هو يوصل له الكونكشن ده. طبعا هاكد تاني لو انتوا متجوزين، اوكي، حلو قوي انك تدي الوقت الكافي للعلاقه الجسديه ما بينكم عشان هو يحس ان انتوا قريبين من بعض، عشان يحس ان انتوا يعني في كونكشن اكتر كده. مش عايزه اتكلم في الموضوع ده اكتر من كده عشان للاسف الفيديوهات مهما بقول بلاش رجاله وبلاش مش عارفه ايه، بلاقي برضه الرجاله تدخل تتكلم، فمش حابه ان انا اتكلم قوي بشكل واضح يعني، بس اكيد انتوا فاهمين انا قصدي ايه. فادي للفيزيكال او للعلاقه الجسديه ما بينكم وقتها، علشان ده بيخلي ما بينكم كونكشن وترابط اقوى. بس كده يا حلوين، دي كانت البوينتس اللي في دماغي دلوقتي، او الحاجات اللي ممكن تعمليها انت كست مرتبطه بشخص عشان تخليه اكتر ان هو بيفكر فيكي وان هو مرتبط بيكي ومتعلق بيكي. واي ثينك ان هي حاجات بسيطه جدا وممكن ان احنا نفكر نفسنا بيها كده ونعملها بطريقه زي ما بقول لكم طبيعيه، من غير ما تبقى باينه قوي ان هي مصطنعه. لو عندكم اي كومنت او اي تعليق او اي حاجه زياده حابين تقولوها، طبعا اكتبوا في الكومنتس، وهستنى افكاركم وحابين نتكلم في ايه الفيديوهات اللي جايه باذن الله. اشوفكم ان شاء الله بكل خير في فيديو جديد. باي باي.